عزيزي السوري وعزيزتي السورية، أصحاب مقولة حزب الله قتلونا، حزب الله دبعونا، فاتوا علينا. وقاعد هلا مبسوط انت قاعد عم تنشر اي صور الناشحين على الطرقات، كان بالضاحية الجنوبية او بالجنوب، وطلع عم تتمسخر وتنزل بوستات وعم تضحك وعم تشمت. انت ما خبر انه هيدي البوستات اللي انت عم بتنزلها ما بتزيدهم غير ايمان انه هن اهل الحق بهذا الزمان. على الاقل هول الناس بيقعدوا صامدين ومرابطين باراضيهم يلي عم بجرب يحتلوها اعداء رب العالمين. هول قاعدين عم بيحاربوا اعداء الله. عرفت كيف؟ مش كان قاعد سوري قاعد عم بيقتل سوريا 14 سنه، اخر شيء اجى يزت بلاء على العالم، يجي يقول فاتوا قتلونا. يعني في فرق كتير كبير شتان ما بين اهل المقاومه واهل يلي كانوا قاعدين عم حرب اهليه. عرفت كيف يا كيوت؟ مدام الشماتة تبعيت السوريين والسوريات بالحزب عم بتزيدن ايمان، ليش ما بعوص انت؟ لا تنبعث معناتها؟ ما هيكي قلت لي حرب اهلية هي اعظم ثورة في التاريخ باعتراف العالم كله، وانت وجماعتك يا اولاد الشرموطة دخلتوا لارضنا ودبحتوا اولادنا ودبحتوا أهلنا لحتى توقفوا مع بشار الأسد. الحرب الأهلية هي شفناها لما تحاربتوا انتوا بين بعضكم بالثمانينات والتسعينات. نحن قمنا بأعظم ثورة ضد أوسخ نظام دخلتوا انتوا لأنه أوسخ منه ووقفتوا معه كرمال مصالحكم لأنكم كلاب عند الإيرانية. مين اللي عم بيحارب أعداء الله؟ لك أعداء الله هن انتوا اللي دمرتوا المساجد ودنستوا الجوامع وهديتوا القبور يا أولاد الشر موطة. كمان مرة تانية، كل هذا متخوزقين لأنه فطس حسونة؟ كل هذا متخوزقين لأنه دار الزمن؟ كل هذا مستكترين على السوريين شماتتهم بأنجس قوم اللي هن جماعة الحزب؟ طبعا مبسوطين وكل يوم عم نرقص والشماتة وصلانة لسابع سما. يا رجل أنا كل ما في شي بضايقني بتذكر إنه أنتوا عم بنشخ عليكم برجع بنبسط. إن كنتوا أنتوا عم بتحاربوا أعداء الله فأنتوا أوسخ من أعداء الله ذات نفسهم اللي عم بتحاربوهم. أعداء الله ما احتلوا 4 دول عربية يا أنجاس. أعداء الله ما شتموا الصحابة. أعداء الله ما نجسوا لسه الجوامع، ما اغتصبوا النساء، ما قتلوا لسه الأطفال بالطريقة اللي كنتوا أنتوا عم تقتلوا فيها الأطفال. انتوا عم بتحاربوا جوات بلدكم. ليش انتوا لما دخلتوا عند السوريين ودبحتوا بالمدنيين يا عرس؟ وين كانوا هدول المدنيين السوريين؟ ما كانوا جوات بلدهم يا أندال؟ وعلى فكرة بحب أزيدك من الشعر بيت، قريبا بإذن الله تعالى بس توافق حكومتنا، لأنه لحد الآن ما وافقت، بدنا ندخل نشخ عليكم في نص الضاحية، في نص الضاحية ها، بعدين هيك نكمل على كربلاء لحتى لسه تكمل معكم شوي شوي. مو بس نحن اللي شمتانين فيكم، اي واحد عنده شرف وعنده نخوة وعنده كرامة اكيد ما راح يوقف مع زيول ايران، لانه كرامة العراق وكرامة لبنان ذات نفسها والسوريين وكرامة اليمنيين اكيد اغلى من كرامة شوية كلاب من جماعتكم اندال عرصات مجرمين. هذا الشيء حطوه في راسكم منيح. نحن معنا الخليج ومعنا الله اللي هو أهم من الكل، ومعنا المملكة العربية السعودية، ومعنا كل صاحب حق. بدنا نشخ عليكم مثل ما شخينا عليكم بسوريا، جايين نشخ عليكم في نص الضاحية. ماشي يا كيوت؟